اي حد على السوشيال ميديا يقدر يضحك على جمهور الزمالك بكلمتين، لا وبيصدقوه وبيتعشموا وبيقعدوا على امل على كلامه، سواء صفحات السوشيال ميديا للزمالك او بعض الافراد والناس اللي موجودين على السوشيال ميديا. فلقيت من يومين كده وما زال ينزل بوستات على الموضوع ده وبيقول ايه، يعني بعض الصفحات، يعني مع ناس برضه، يعني الصفحات وناس بيقعدوا ينقلوا على بعض ومصدقين، يعني الناس في الكومنتات جمهور الزمالك مصدق الحوار ده، وهو ان امام عاشور زعلان وحزين، وان امام عاشور في الاهلي دلوقتي ده بيمثل، وانهم بيمثلوا على بعض، وامام عاشور ده حزين جدا وانه ندمان جدا انه مشي من الزمالك وبقى موجود في الاهلي، وان الاهلي بس سرقه، وان امام عاشور هيجي الزمالك ده لبيب بيعمل خطه وهيروح كوبري ومش عارف ايه، وامام عاشور زعلان جدا وكان يتمنى ان الاستقرار ده يبقى موجود وهو موجود في الزمالك، وخلاص امام عاشور يا جماعه موسم وهتلاقوه جاي الزمالك تاني. طيب انا يا عم همشي مع كلامك، هصدق كلامك زي ما الناس اللي في الكومنتات اللي شايله عقلها وشايله دماغها ومصدقاك. امام عاشور لما مشي من الزمالك مشي برضاه ومحدش اجبره ولا اي حاجه، وراح نادي ميتلاند الدنماركي، صح كده؟ صح كده. يعني مش الاهلي خده من الزمالك مثلا، او من عقده خلص من الزمالك فالاهلي قال له تعالى عقدك خلص فتعالى، لا ده مشي راح ميتلاند، ولما حب انه يرجع وانه فشل في الاحتراف الخارجي في الدنمارك بدأ يبقى فيه مفاوضات انه يرجع الزمالك او انه يرجع الاهلي، فشاف ان الزمالك مليان مشاكل، وشاف يا سيدي ان وجوده في النادي الاهلي هيبقى افضل. كمان شهرين هيلعب كاس عالم الانديه، الراجل بيلعب هيلعب سوبر افريقي، الراجل بيلعب دوري ابطال افريقيا، الراجل رايح نادي بينافس، الراجل رايح منظومه محترمه، الراجل رايح وفي رئاسه محترمه بقياده الكابتن محمود الخطيب مع بعض الناس اللي موجودين في اداره النادي الاهلي، مع جمهور عظيم كبير زي جمهور الاهلي. فهيسيب كل ده علشان بس يروح الزمالك، او انه زعلان على كل ده وهينسى ويسيب كل ده وينسى كل ده علشان يرجع تاني الزمالك. طيب هو لما يجي يرجع الزمالك يا عم دلوقتي الزمالك بدأ يشم نفسه ويبقى فيه بعض الاستقرار شوية على حد كلام الناس، رغم ان انا مش شايف الكلام ده، وشايف ان بعض الصفقات اللي الزمالك بيعملها دلوقتي عادي، صفقات فري وببلاش وما لسه ما دفعناش، هو بس ايه حلينا مشاكل القيد، بس صفقات ببلاش. حتى الصفقات اللي بفلوس بدأت انها تبوظ، والله تنفع اغنيه، حتى الصفقات اللي الزمالك بدأ يخلصها بفلوس بدأت انها تبوظ، لان انت لما تيجي تخش في منافسه بفلوس هتلاقي نفسك انت بتقع كزمالك لان انت في مشاكل ماليه. ولكن المهم خلينا في موضوعنا، امام عاشور. انا يا عم مكان امام عاشور، سيبك من انا كمكان امام عاشور، تسيب الاهلي بيلعب كاس عالم الانديه بينافس بقوه على دوري ابطال افريقيا، يقدر كمان تبقى فلوسك حاضرة في وقتها دايما، ما تخش في مشاكل، ما تلاقيش مشاكل، هتلاقي في استقرار، هتلاقي في منظومة محترمة بتساعدك على النجاح. فكل ده امام عاشور عايز يسيبه علشان يرجع تاني الزمالك، على اساس ان امام عاشور يعني لما يرجع الزمالك كده خلاص جمهور الزمالك بقى ايه يستقبله. المفروض ان جمهور الزمالك ما يستقبلوش بالشكل ده، انت سبتنا وبعتنا على حد كلامنا، صح كده؟ طيب انت بقى ترضى ان امام عاشور لما يمشي من الاهلي او يتفق معاك انه يرجع الزمالك على حسب كلامك انت تجيبه؟ ده انت كده ما يبقاش عندك كرامه. سيبك ان امام عاشور اصلا كده كده مش هيسيب الاهلي ويبقى موجود في الاهلي وهيكمل في الاهلي، ولكن انا بتكلم ان انت مصدق الكلام ده، انت ترضى ان امام عاشور يرجع الاهلي او يرجع سوري يرجع الزمالك؟ مستحيل ده بالنسبه لي انا، لانه لو رجع احنا كده نادي ما عندوش كرامه، احنا كده بنقل من نفسنا. رمضان صبحي اهو هيموت ويرجع الاهلي، هل الاهلي بيقول له تعالى؟ هل الاهلي هيتفاوض معاه؟ هل الاهلي بيقول له تعالى يا حبيبي الباب مفتوح؟ اقسم بالله ما هيحصل. ليه؟ لان ده النادي الاهلي، ده المنظومه الناجحه اللي عاوزه تنجح، اللي يسيبها يا معلم انت خلاص انت سبتنا، احنا ما بنخسرش، انت اللي خسران. وفعلا رمضان صبحي دلوقتي ندمان انه ساب النادي الاهلي، وفي فيديو هتكلم على الحته دي ان شاء الله كمان بحته رمضان صبحي وعندي كلام كتير. ولكن بالنسبه لامام عاشور، لو الزمالك اصلا عايز يرجعه، جمهور الزمالك بدا ان هو يتقبل ده، فاحنا كده ما عندناش اي كرامه. يقول لك نادي الزمالك للكرامه، فين الكرامه بقى لو انت فعلا عاوز ترجع امام عاشور؟ اما بالنسبه لامام عاشور اصلا يسيب الاهلي فده مش هيحصل، مش هيحصل، لان امام عاشور متواجد في الاهلي والراجل مبسوط والراجل شغال والراجل بيحقق بطولات والراجل بينافس والراجل عنده منظومه محترمه. فمستحيل حد يسيب الاستقرار والمنظومه المحترمه والمنظومه اللي هي فيها فلوس كده كده واستقرار مالي ومادي ومعنوي وكل حاجه علشان يجي
لنادي الزمالك اللي مليان مشاكل، وان ممكن كمان المشاكل دي الله اعلم امتى هتتحل، ولكن حتى لو اتحلت ما ينفعش ان يرجع الزمالك. دي الخلاصه بالنسبه لامام عاشور. فبطلوا تصدقوا الكلام الساذج اللي ملوش اي لازمه، والناس اللي بتقعد تكتب على السوشيال ميديا امام عاشور ده انا زعلان، وبتراضوا نفسكم مصدقين نفسكم عشان تراضوا نفسكم بس مش اكتر. ولكن في الحقيقه امام عاشور لا عاوز يرجع الزمالك، وانه مبسوط في الاهلي وراجل مكمل في الاهلي، وكفايه عظمه لحد كده.